ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه قوي. هتكلم عن الحنيه. هو فين الحنيه يا جماعه؟ الحنيه بتاعت الماما شحه مش موجوده، بقت عيبه، بقت حاجه المامهات مش شايفاها لها لازمه، شايفه ان هي بتأدي دور اكبر واجمل واقوى من انها تكون حنينه. الحنيه اداه من ادوات الامومه اللي لو ضربتي كل اللي بتعمليه في مهما ضربتي ومهما كان قوته عمرها ما هتوصل زي قوة الحنية. طب أنا بقى ده أنا بعمل حنية. طيب تعالي نعرف يعني إيه حنية. حنية يعني نمرة واحد إن أنا وشي هادي، تقربي مني تحسي إن أنا كده إيه انفولد متاحة، ما تحسيش إن أنت متكهربة ولا عاملة كده، مفيش، وشي هادي. طيب تاني حاجة بدعي بصوت عالي، بدعي بصوت عالي. بطلنا يا جماعة نسمع ولادنا دعوينا، ربنا يفتحها في وشك، ربنا يجعل في وشك القبول، ربنا يرزقك، ربنا يحبب فيك خلقه، الكلام الحلو ده. الدعاء مهما كان الدعاء ربنا يوفقك، اي حاجه بس اقولها بصوت عالي، مش هقعد على سجاده الصلاه وهو مش سامعني واقوم داعيه، لا، دي مش حنيه. طيب الحاجه الثالثه ان انا بعبر عن الحب بدون اي شرط، بدون اي مناسبه. يعني رايحه جايه احب، رايحه جايه احب، زي ما قلنا في فيديو قبل كده، لازم الحب يوصل. يعني اعرف العيل ده بيوصل له الحب ازاي، بيوصل له الحب بانهي لغه من لغات الحب، عشان ابقى متاكده انه واصله له. لان انا بتهيألي ان انا مغرقاه حب وهو لا، هو مش ممكن يكون له اهتمام، ما بسمعوش. اول ما يجي يكلمني اقول له روح بس كلام فارغ، مع ان انا بخدمه، مع ان انا بجيب له، مع ان انا بهتم بيه بشكل تاني، مع ان. يبقى هنا لازم ابقى عارفه ان الحنيه هم الثلاث حاجات دول حلوين. طيب تيجي بقى تقولي الكلام ده لحد يقول لك ايه يا دكتوره، هو الدنيا بقى فيها وقت؟ ده احنا ما بين التمارين والمذاكره والخدمه، وده عايز ياكل ما اعرفش ايه، وده عايز يجي له ايه، وده. لا، خلينا بقى نتكلم الكلام المظبوط. المامهات شايفه انه الحنيه دلع، الحنيه ضعف، الحنيه بتبوظ العيال، الحنيه دي قله حيله، ده الماما اللي ما بتعرفش وما بتعرفش مريحه دماغها وقاعده على السرير تدعي بتحب وكده ربت وكده خلصت. طب استبدئي بقى ان اعظم العظماء مامتهم لا كانت بتقرا ولا كانت بتكتب ولا راحت مدارس ولا تعرف هو بيعمل ايه اساسا، ومع ذلك طلعت ناس خدت نوبل. والناس اللي شايفه انها عملت كل اللي عليها بيجي في الاخر يقول لها انت ما عملتيش حاجه، انت كنت بتغصبيني وكنت مودياني وما حسيتش وما رحتش وما جيتش. فيبقى انا هنا لازم اخد بالي هو ايه التربيه. التربيه انا بربي شهاده وبربي اخلاق وباكل وبشرب وبطلع واحد دكتور ولا مهندس ولا معرفش كذا ولا كذا ولا كذا، ولا انا بربي شخصيه، بربي علاقه بيني وبينه تنفعنا احنا الاثنين، وبربي ثقه وقيمه وفاليو. لو انا بربي الاثنين الناحيه الثانيه دي اللي هي الشخصيه والحاجات دي، انا كده معناها ايه؟ معناها كده ان انا مسؤوليه، بعلم العيل المسؤوليه، بعلم الطفل المسؤوليه، يشيل مسؤوليه نفسه، وكل ما بيكبر المسؤوليه عليه بتزيد وبتقل عليا. وبالتالي انا وقتي لما بيكون معايا طفل عنده شهر غير لما يبقى عنده 15. لكن انت بتلاقي الام لما بقى عنده 15 بقت المشاكل بتزيد والموضوع بيزيد والمسؤوليه بتزيد، يبقى في حاجه غلط، يبقى في حاجه غلط في التربيه. فانا يعني طبعا هي ما ينطبقش عليها ده، بس في مثل بيقول لك waste time to save time، يعني ضيعي وقت في حاجات علشان توفري في حاجات. فانا النهارده لو انت شايفه حتى انه الحنيه دي تضييع وقت، يا ستي ضيعيه، ضيعيه، لانك بتبني رصيد، بتبني رصيد عند الطفل ده يخليه يسمع الكلام عشان انت زعلتي، يسمع الكلام عشان بطل يسمع دعاكي، يسمع الكلام عشان الحضن اللي كان بيشوفه وهو جاي من المدرسه راح، بيسمع الكلام عشان هو عارف كويس قوي انه علاقتي بماما تسوى كتير قوي، وان ان الاحساس بيها وان هي حباني وعايزاني وي 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 ده هيروح مني.
فيبقى الثواب المعنوي قدامه عقاب معنوي، يبقى انا هقدر اكنترول حاجات كتير جدا. بقعد بقى ازعق وناهد واضربه وامسك الشبشب والحاجات اللي بتحصل دي. يبقى هنا الحنيه اداه من ادوات الامومه، لازم نحترم هذه الاداه ونبطل نشوفها انها تضييع وقت او قله حيله او انها ملهاش لازمه في وسط هذا الخضم من المسؤوليات. لا، انا مسؤوليتي ان احط العيل ده في تجارب، مسؤوليتي ان ابني شخصيه وثقه، مسؤوليتي ان يبقى بيني وبينه علاقه تنفعني وتنفعه وترد لي وترد له. يبقى ده الاداه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، اللي هي الحنيه. حنوا على اولادكم وعبروا ودوسوا في الحنيه على الاخر، لانه دي من اهم الخصال الامومه اللي للاسف شحت. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.